اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه ماريان. النهارده فكرت ان انا اعمل حاجه مختلفه، حاجه جديده شويه. طبعا حاولت الحق لكم منظري قبل ما يبوظ، لان انتوا زي ما انتوا عارفين الرطوبه في اسكندريه حاجه 90%. فالمهم النهارده حبيت ان انا اعمل حلقه عن الحاجات اللي عامله هايب في اسكندريه مثلا، او الحاجات الترندي اللي طالعه اللي كان نفسي اجربها من زمان بس ما جربتهاش، الحاجات اللي الترند راح عليها اصلا ولسه ما جربتهاش يعني. فانا حبيت ان انا اجرب الموضوع دوت من الاول، بس اللي انا فوتته يعني. ممكن اسمي الحلقه ديت ايه الهايب ده. السلسله ديت بقى او في الحلقه ديت هجمع شويه مطاعم حاسس ان هي كانت عامله هايب في فتره ما، ونجربها مع بعض ونشوف هل تستاهل الهايب دوت ولا لا. خلينا نشوف اول مطعم معانا هيكون ايه. في الغالب هيكون اكتر مطعم كان معمول عليه هايب، وانا بصراحه مش عارف هل هيخلونا اصور ولا لا. بس هحاول يعني احاول ان انا ادخل معاكم المطعم ونشوف الدنيا ماشيه ازاي جوه يعني. هو بصراحه اكتر حاجه شدتني فيه الحاجات اللي هو بيقول عليها ان هي جديده كصوصات كستايل. احنا هندخل ونشوف. قشطه، يلا بينا. هو المطعم دوت اللي ما عرفوش هو اسمه مايسترو برجر. صاحب المطعم دوت هو كان بادئها من تحت قوي يعني. هو دايما شايف ان هو احسن حد في المجال، تيجي تحس انك اجمد حد في المجال فانت ما تشوفش عيوبك. وانا بصراحه ما بحبش طريقه الدعايه ديت اللي انا اجمد حد واحسن حد وبتاع. عادي، في احسن مننا دايما يعني. انا كجرافيك ديزاينر ممكن اشوف نفسي وانا احسن حد بقى، بس عادي يعني، في احسن مني كتير. اوكي تمام، جزء من الثقه دي مطلوبه لكن مش الدرجه دي. طبعا اللي هيعرفني يعرف اللي انا كده. بس عامه طلبنا عن حاجه غريبه جدا، ساندوتش تشيكن وعليه مشروم وصوص، نسيت اسمه ايه بس هو صوص كده اسمه مختلف يعني. وطلبنا حاجه اسمها رينجو فرايز، اسمه التشوك صوص. خلينا برضو ايه نقيم برضو حتة الوقت. هي دلوقتي 3:39، نشوف الاوردر هيجي كمان قد ايه. تبص الساعة كام وبالمرة اوريكم الاكل شكله عامل ازاي. اتمنى بس محدش يكلمني موضوع التصوير يا صاحبي. بس انا شفتهم يعني هم مفتغمين، ما حدش يتكلم معايا يعني لحد دلوقتي. مش عارف ايه الدعايه الكدابه اللي كانوا بيقولوا اللي هم ممنوع التصوير وبتاع، او اللي هم بيمنعوا الناس من التصوير. زي ما قلت لكم انا طلبت مش عارف كان اسمه ايه، التشيكن دوت والرينجو فرايز. انا شايف ان شكله لحد ما كويس، حاسس ان هو انستجرامابل. عارف انت المصطلح الجديد اللي طلع ده، انستجرامابل، يعني حاجه تتصور كده. والحلو كمان ان هم عاملين قطعه الفراخ مش ستريبس، يعني هي قطعه واحده. شوف الرينجو ده، تحس ان هو ميكس ما بين الجبنه والباربيكيو. الرينجو دي بتكون عباره عن صوص والبطاطس وشويه بيف بيكن كانت. كنت بحسب اللي هي هيكون عليها بصل مثلا، قطع من البصل، بس ريحه التدخين فيها كتير كتير قوي. للوهلة الأولى حسيت إن الريحة غريبة شوية، بس هو طعمه جديد. أنا مش هكذب عليك، هو طعمه جديد. هو في حتة سموكي كده شوية على حتة سويتنس زي الباربيكيو، بس هو مختلف شوية عن الباربيكيو. تعالى بقى نخش على البرجر. أوه، بص كده. يلا بسم الله. امم امم للأسف هقول اللي هو جامد. التعليق الوحيد هيكون على البطاطس، البيكن اللي فوقيها مش كتير يعني، هي رشة كده مع إن تمنها غالي. على فكرة برضه أسعار السندوتشات مش كويسة يعني، لحد ما غالي شويه. في حاجه مضايقاني شويه في الفراخ لحد دلوقتي، انا قاعد باخد البريدنج. اوكي تتبيله البريدنج كويسه لكن انا عايز اكل فراخ. بصراحه الصوص بتاع البريس ما عجبنيش. بص انا ما جبتش البرجر بنفس الصوص ده. الصوص انت تقريبا في بابريكا مدخنه، فهي ضربه جامد جدا تدخينه لدرجه اللي هو كارف على الصوص. بس البرجر لذيذ، ممكن عشان ما تقلش، عشان لسه عندنا مكان ثانيه نلف ده ونخش على بعضه. اول ديستنيشن كده ده بصراحه كان نفسي اجربه من زمان قوي. كل شويه اشوف الراجل دوت تحس اللي هو يا عم انت مكبر علينا ليه كده يعني؟ عادي يعني، برجر ايه احسن برجر في مصر ومش هتلاقي حد عامل زي بتاع. اوكي هو عامل ميكسات في صوصات غريبه او جديده، وبصراحه انا انبهرت شويه يعني. في حاجات حسيت اللي هي جديده ما دوقتهاش قبل كده، في حاجات جديده بس قفلتني برضو. حوار انك تبقى ماشي في الشارع كده ومعاك كاميرا نونو، شعور حلو. محدش بقى يقعد يقول لك اعمل ايه يا صاحبي، مع ان محدش بيقول كده يعني في اسكندريه. ممكن في دهب اوكي، بس في اسكندريه لا. مش عارف الصراحه الوجهه الجايه هتكون ايه. عايز تكون حاجه كان نفسي اجربها بس انا ما جربتهاش، حاجه جديده. تقريبا جت في بالي فكره، استنى هوديها لكم. ثانيه الترام، حاسس ان هو مش جاي دلوقتي خالص، جو حار. بس انا اكيد مش هاخدها ماشي. تاني ديسبنشن معانا،
وهو كاك سبوت. طبعا زي ما انتم عارفين هو عامل هايب جامد جدا بما ان هو نقل الاسكندريه. زي ما قلت لكم، بص شكله هيتبهدل بسبب الرطوبه. المفروض المكان دوت كان في كشري كان ليه 3 فروع ولا حاجه. او شكل المكان فانسي، تحس انك كان داخل فايننج دايننج مش فرايد تشيكن خالص. بتيجي نخش ونجرب جزيرة مفهوم استراتيجي. سلطة حتى دوكا الترابيزات كلها تقلب. خلينا نقرر احنا قاعدين هنا هنركب ايه قبل ما نروح اصلا، عشان تقلبان الكباب من هناك، بعد كده ترجع تاخد البرجر بتاعك تقعد بيه هنا. ربنا ايه الجو ده. انا عايز اقول لك ان كل اللي قاعدين هنا اندر ايدج، بس اللي انا اندر ايدج وسطهم. بس في حاجه مخيبه قوي للامال دلوقتي قدامي. بصوا يا جماعه، ده حجم الساندوتش. هو تقريبا عينه، ولو عجبك ممكن تطلب ساندوتش تاني. صغير قوي، الصوصات مليته مش نفس الصوره خالص. انا برضه حطولكوا الصوره هنا، مش عارف تاكلوا فين هنا. ماشي. ده الصوص، دي القطعتين الكبار اللي المفروض كبار، والعيش تحس ان هو مثلا مرهق سيكا، مضروب شويه. دي تقريبا كولسلو. ماشي، بسم الله. بصوا بصراحة الفراخ طعمها رهيب، تتبيلة سبايسي جوه. مش عارف هتشوفوا حاجة ولا لأ أصلا، بس هو اللي جوه ديت التتبيلة بتاعته. يعني هو لذيذ وسبايسي حلو، بس حطة الماكن تشيز اللي جوه ديت مش صوص جبنة عادي، تشوف حاجة مميزة أوي يعني، عادي جدا. تتبيلة الفراخ رهيبة. نخش على التندرز. الجبنات برضه طلبتها سبايسي. هو الحلو هنا اللي كل حاجة سخنة. ده بقى المفروض اللي هو صوص مسمينه صوص سموكي، حاجة تاون، حاجة شبه كده، بس ريحته شبه البيك تيست. الغريب هنا اللي هم مش بيقدموا بطاطس مع الوركر. أول مرة أشوف مطعم ما بيعملش بطاطس مع الوركر. وأنا مش عايز أبوظ العيش برضه عشان هاخد الباقي تيك أواي. ممكن نطلب حتة عيش. العيش البريش بتاعهم برضه كويس، تحس إنه متسقي بزبدة. حط شوية صوص تقيل أصلا، مفيهوش تحس إن هو لزج. اوبا، سندوتش طبيعي جدا. هو صوص البيك تيستي. نجرب اخر حاجه بقى الكولسلو عشان نمشي. الكولسلو بتاعتهم حلوه، طعمها مختلف بس مش وحش. هو لطيف مش قوي في اللي هو حلو، هو لطيف. اسعاره غاليه جدا بالنسبه للكميه اللي نازله، يعني كده الناس هتيجي وهم تارجتوا اصلا فئه معينه من الناس، فمهما حطوا سعر فهم الناس هتيجي لهم. مش هقول لك الكواليتي مش وحشه، هي كويسه. والفراخ تندر بجد، يعني انا جاي بقطع الفرخه لقيتها قطعت 450 على حته برجر نونو وقطعتين فرايد تشيكن. تو ماتش. يلا بينا. رجعنا تاني شارع فؤاد، الدنيا بدأت تليل خلاص. مش عارف الساعة كام بصراحة، 7 ونص، أجواء دي 7. المهم لو فاكرين المكان دوت احنا جيناه قبل كده لما كنا عاملين عن بلاير بتاع النجم الفرايد تشيكن. هو عامة في الشارع اللي قدام دوت قدامي على طول، بس أنا مش رايح له بصراحة. أنا رايح للمحل اللي ورايا ده، مش عارف شوفنا ولا لأ. هو ما سيرة، والمفروض ده مكان فانسي بيقدم بيتزات ومكرونات وحاجات ايطاليان شويه. يعني هو تحس ان هو ايطاليان كوزين سيكا. ما كانش عليه هايب ولا حاجه، بس كان عليه هايب ما بين صحابي اللي هو ده مكان جامد وبتاع وجربه ومش عارف ايه وبتاع، فاديله فرصه. اساس يعني انا اللي هشيره يعني كده. تحس المكان ضيق سيكا، الناس كلها قاعده فوق حجر بعض، بس مش ده المهم. المهم الاكل. احنا شايلين كميه اكل معانا، اتمنى ان هم يبصوا بسبب الحر بس الاجواء هنا لطيفه. المكان تحسه كوزي كده حلو. بس المشكله اللي هو ايه، يا ترى بقى دوت برضو زي المطعم اللي فات اللي هو هيلب يور سيلف وروح حاسب بنفسك وبتاع وكده، ولا انت حد هيجي لك وبتاع. المحلين فيه اوريدي الناس بتصور هناك، بس يا صاحبي محتوى غير، انا محتوى غير. فما تنسوش اللايك وشير والسبسكرايب تحت، بس عشان ايه نتشهر يعني ونبقى من الناس اللي هم بيصوروا المطاعم وكده. يعني لايك شير سبسكرايب. هو بصوا شات جي بي تي مرشح لي حاجه غريبه جدا، ريجاتوني سوسيج راجيو. مش عارف المحاكاه صح ولا لا، بس ديت مكرونه الصدق مع فاصوليا حمراء وشطه وبرمجان. بيقول لي ديت هتلاقي فيها الطعم قوي ودسم ومش عارف ايه وبتاع، فخلاص خلينا في الرأي. بس هو بنجرب. خلينا نعمل زي كل مطعم. دلوقتي انا طلبت 39 دقيقة. مش عارف ليه دايما بتبقى 9 وحاجة. نشوف الاوردر هيوصل في كده قد ايه. دلوقتي اتسألت سؤال محرج جدا. المفروض انا اطلب ريجاتوني حلو، ريجاتوني سوسيج. اكتشفت بقى بعد سيرشن بسيط شوية ان الريجاتوني ديت اصلا نوع المكرونة،
في مكرونه اسمها ريجاتوني، فهو جاي بيقول لي انت عايز الريجاتوني سوسج نوع المكرونه ايه؟ فانا عملت كده شويه، فقال لي هو في بنه وفي مش عارف ايه وبتاع وكده، فقلت له خلاص يعني خليها بنه. قال لي في كذا نوع كده بس ما كانش فيه ما بينهم الريجاتوني، فانا اتلخبطت برضه. ده يعتبر نوع من انواع الجهل، انك ما عندكش معلومات كافيه عن انواع الاكل وعن انواع المكرونات which is عادي يعني، مش حاجات تعيب قوي يعني. بس ده معناه ان احنا محتاجين نعمل قناه، مش قناه يعني، نعمل حاجه للطقس. إيه رايكم؟ لو عجبتكم الفكره ممكن تدوني رايك او تقولي لي تحت في الكومنتات اذا كان الفكره كويسه، ونخش بقى في حته الطبخ. بدل ما احنا بنجرب مطاعم وبتاع، لا احنا نطبخ. لو عجبتكم الفكره زي ما قلت لكم تحت. حاليا 6:55، شكلها رهيب. انا مش عارف ايه البتاع اللي فوق دوت. خلينا نجرب البنة سوسج بقى. بسم الله. يخرب بيتك يا شات جي بي تي، رهيبه دي فعلا. عايز اشرب معاها حاجه. انا خايف اكل دي تطلع تزيين يبقى شكلي فلاح، بس انا بحب دايما احط فلفل اسود على الاكل. دايما الايطاليان بيحبوا الفلفل الاسود كتير. دي هبدا من عندي. هنا مش قطع سوسج، هو سجق مفروم محطوط مع الصلصه، وتقريبا برضو الفاصوليا الحمراء هي مفرومه برضو، كلهم صوص. المشكله ان البنه خلت ان فيها عضه شويه كده. مش عارف الريجاتوني كانت هتبقى عامله ازاي، بس حاسس ان هي برضو كانت هتبقى فيها عضه او هتبقى اخف، لان هي المفروض اكبر اوسع. اظن هي كانت هتبقى اخف صح. دي هبدا برضو من عندي لان ما دوتش الريجاتوني قبل كده. البورشن هنا حلوه قوي بالنسبه لمطعم فانسي. يعني مثلا لو انت رحت كفر عبده، رحت مناطق زي روبيز مثلا والحاجات اللي هناك دي، هتلاقي مثلا طبق مكرونه صغير قوي 300 وحاجه. ده اوكي تمام، ده هيوصل سعره ل 300. كميه كويسه هتشبعك. كان الاوردر تيك اواي. انا فتحت الكاميرا بس عشان اوريكم ان البراندنج بتاعهم رهيب. بص الفرق ما بين الكيس اللي جايه لي والكيس ده. انا حاسس ان انا هكوع جامد في المطعم ده. حاسس ان الحلقه دي مش هتتكرر تاني. سبحانه، العصير نزل اول ما فتحت الكاميرا. حاسس ان ده كان المفروض يجي مع الاكل. انا مبسوط عامه بالتجربه دي. ده كل المطعم اللي كسب معانا النهارده. في ايه الهايب ده اكتر مطعم فعلا يستاهل الهايب بتاعه. ممتاز. ممكن نقلل الريتنج بسبب اللي هو فتح البتوع دول. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك الشير السبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبتك الحلقة تقول لنا على أماكن تانية عليها هايب كبير نفسك تشوف لها تقييم، أو نفسكم اللي احنا نجربها. وبس أخلص بقى عصير الليمون اللي طعمه ليمون دوت ونمشي. يلا بينا. باي.